الحمد لله. الخبر اللي سمعناه اليوم يا جماعة الخير المحزن الذي حصل مع إخواننا في المغرب، اللهم كن معهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. خبر يا جماعة الخير ذكرني بمقالة لابن عمر رضي الله عنهما قالها قبل أكثر من 1400 سنة، واختارها الإمام النووي ضمن الأربعين النووية، أي أهم 40 حديث في الإسلام. اختار هذا الأثر ورواه البخاري. يقول ابن عمر رضي الله عنه، وكأنه يتحدث عن أحداث المغرب وأحداث تركيا أو ما شابهها، يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شوف مقطع عندما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أمسيت عندك كبائر، عندك حقوق أكلتها للناس، عندك عقوق مع والديك، أرحام أنت لها قاطع، مظالم، فرائض تاركها. لا تؤخر والله، غدا صباحا سأعيد الحقوق وأصلح ما بيني وبين الله، ما بيني وبين الناس. لا تفعل ذلك باختصار، لأن الصباح ربما لا يأتي. شوف ما حصل في المغرب، نام كثير منهم ولم يأتيهم الصباح. قبل في تركيا عائلات من أولها لآخرها نامت فلم تصبح. فلا تؤخر الأمر للصباح، ببساطة قد لا يأتي الصباح. كذلك إذا أصبحت عندك مشاكل مع الله، عندك عقوق، عندك أكل حقوق، فرأى تركتها، لا تؤخر المساء. السبب ببساطة ربما لا يأتي المساء. جماعة الخير، وصية لنفسي ووصية لإخواني. قبل هذه الوصية أسأل الله تعالى أن يكون في عون إخواننا في المغرب، وأن يعينهم وأن يغيثهم وأن يرحم موتاهم ويشافي مرضاهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. إخوان، نصيحتي لي أولا ولكم: لنبادر قبل أن نغادر، لنبادر قبل أن نبادر. السلام عليكم.